السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مطبخ ريري. أنا أسفة طبعا على التصوير اللي بالطول، بس إن شاء الله هطور من التصوير الفترة اللي جاية وهيعجبكم بإذن الله وهيبقى أحسن. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة اليومية بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومقادير مضمونة 100%. يعني هتعمليها وإن شاء الله مش هتبوظ منك. زي ما انتوا شايفين أنا لسه مطلعاها كده من الفرن، وقوامها تحفة وعالية جدا واسفنجية. المقادير بتاعتنا بسيطة جدا، هتكون عبارة عن 4 بيضات عليهم معلقة صغيرة فانيليا سايلة، كوباية سكر وكوباية لبن وكوباية زيت. هنضربهم في الخلاط كويس جدا لحد ما لون القوام أو لون الخليط يبقى أبيض. هتلاقي لونه فتح ولونه يعني في الأول بيكون لونه أصفر كده، لأ هتلاقيه لونه مايل للبياض. فهتفضلي تضربي في الخلاط تقريبا 5 دقايق. هكون محضرة عندي كوبايتين دقيق بالكوباية المعيارية بكوباية الشاي اللي عندك، المهم توحدي الكوباية اللي هتشتغلي بيها. كوبايتين الدقيق دول هشيل منهم معلقتين دقيق وهحط بدلهم معلقتين نشا. هحط كمان كيس كيك شيف اللي هو البيكنج باودر، وهبتدي انزل الخليط السائل اللي احنا ضربناه في الخلاط. وكمان هضيف معلقة كبيرة خل، دي بتبقى كأنها كده زي محسن الكيك. جربي المقادير دي وان شاء الله هتعجبك جدا. وهتدخليها في الفرن على فرن يكون سخن مسبقا على درجة حرارة 180، وهتحطيها في الرف اللي في النص نص ساعة. مش هتفتحي عليها الفرن، بعد نص ساعة هتلاقيها استوت وتمام التمام. دلوقتي انا لما خرجتها حطيت عليها النوتيلا، دي برضو انا كنت عاملاها في البيت. ان شاء الله بنزل لكم بيها فيديو. وزي ما انتوا شايفين كده الكيكة طلعت تحفة جدا ومقاديرها مظبوطة بالشعرة. وجربيها، ويا ريت لما تجربيها تكتبي لي في الكومنتات، وعايزة منكم لايك جميل علشان عايزة القناة ترجع تتنشط تاني. ونشتغل عليها ان شاء الله وتنجح من اول وجديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يكون افاد ناس كتير، لان في ناس كتير بتفشل معاها الكيكة اليومية اللي هي العادية جدا دي. ان شاء الله المقادير دي هتطلع معاكي مظبوطة جدا جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.